السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل يومكم هادي ونادي وكله خير وسعاده وحب عليا وعليكم. شوفوا بقى كتاكيتي، انا ايه بصراحه، انا عودت نفسي ان انا دلوقتي لما اجي اعمل اي حاجه في المطبخ، بدل ما بقول لكم على مقادير الاكل اللي بعملها، انا دلوقتي بقى نفسي افضفض معاكم. يعني نفسي اقعد اتكلم كده واحكي لكم على اللي بيجرى معايا في اليوم. عاوز اقول لكم على حاجه. المعلقه دي انا كنت حطاها على برطمان الصلصه عشان هحط صلصه على الوصفه دي، فجت مع السمنه، فمحدش يستغرب بقى عشان ايه. مش عاوزه اسمع كلمتين كده ملهمش لازمه لو سمحت، عشان انا سامعه كلام مش قادره اقول لكم يعني، فقلت افضفض معاكم واقول لكم على اللي اتقال لي. انا طبيعي بحب ايه احط صوتي على الفيديوهات كده. فانا كنت تعبانه، فقعدت حتى فتره ان انا بين الفيديو والفيديو لان انا تعبانه قوي نفسيا حتى، يعني ربنا واحد عالم بيا. فكتاكيتي لقيت حد كاتب لي تعليق وبيقول لي ان انا ولد ان انا ولد وبعمل صوت بنت عشان الناس تخش عندي وتشوف الفيديوهات. يا سلام، ايه الذكاء ده! انا عامه كان نفسي والله ابقى ولد، يعني كان نفسي اطلع راجل، بس طلعت بنت، يعني هعمل ايه؟ ماشي. بس ما فيش يعني انا مستغربه. يعني حد كاتب لي عليه وقال لي لا، بالذكاء الصناعي انت راجل وعامله نفسك بنت وسميه نفسك ام العيال. يا سلام، ايه الذكاء ده! ده ايه يعني؟ انا بستغرب الناس دي للدرجه دي الكذاب بيفكر الناس كلها كذابه زيه. طب بذمتكم ودينكم يعني انتوا حاسين ان انا راجل؟ انتوا حاسين بكده؟ يعني انا قعدت اقول على بالي والله كان نفسي ابقى راجل، لان الرجاله يعني بيبقى لها صلاحيات كتيره قوي عننا احنا ستات. على فكره انا هنا الطاسه الجريل حطيت في الجريل اللي باجي اغطي ما بعرفش لانه مربع، فجبت الطاسه دي عشان اغطيها. على فكره دي وراك مخليه من العظم، اوكي، للناس يعني اللي بتحب الوراك زيي. ما علينا كتاكيتي، خليني بقى افضفض لكم عشان انا ايه منقوطه شويه. المهم قعدت اتكلم واحلف واقول والله العظيم ابدا انا بنت مش راجل. مفيش فايده. لا، دخل كتب لي في الفيديوهات، ودخل على الفيس، ولا انت راجل وعامله نفسك بنت. في اخر ما زهقت رحت عامله بلوك. بس انا بستغرب ان يعني هو احنا بقينا في الزمن ده الثقه خلاص ما عادش فيه ثقه. يعني هو ما عادش فيه ثقه خلاص. راجل ازاي راجل يعني؟ لازم يبقى فيه ثقه. اي نعم في ذكاء اصطناعي، في ناس بتركب اصوات، وفي ناس بتعمل حاجات، بس برضه يعني لازم يكون فيه تمييز. لازم نشغل مخنا شويه نفرق بين الستات والرجاله، ولا ما عادش فيه تمييز خالص يعني، ولا ايه؟ صدقوا بالله انا من لخفايتي حتى نسيت اطلع حبه رز من التلاجه اسخنهم مع الوراك اللي انا عملتهم دول كده. ويومكم كله خير وهنا وسعاده، واللي ما قامتش تعمل غداها وبتحب الوراك زينا تقوم تشطر، ونهاركم سعيد.